أنا حقيقة شدني بشكل سلبي إنه الزوجة إذا شعرت بضرر من خالتها أم زوجها في البيت، لها الحق إن تطلب إنه خالتها أم زوجها إنها تطلع من البيت. أمر صعب جدا، يعني خاصة إذا كان هو الابن ابن وحيدها، وحيد أمه، فصعب. وين يودي أمه؟ يوديها عند أخوانها، يوديها في بيتها القديم، خاصة إذا هو متعلق في أمه. فأنا أطالب إنه كل أم تحافظ على استقرار ولدها وأسرته. وأيضا بعض الأحيان وكثير من الأحيان الحمد لله عندنا نساء فاضلات، يعني ممكن تكون زوجته هذه طالعة من بيت طيب وأخلاق، فتكون الزوجة هذه تصين نفسها محترمة مصلية مسمية، توفر لزوجها كل سبل الاستقرار، تحافظ على نفسها وزوجها وعلى أولادها. وفي منهم بالعكس، يعني حتى لو أنه الخالة أم الزوج شوية نكدية وكذا، تحاول تقترب منها ونجحوا فعلا حريم كثير في أنه كيف يحافظوا على زوجهم وعلى أولادهم، وعلى أنهم كيف يكسبوا ود خالتهم. فالخالة مهما كان، يعني صح أنه بعضهم شوية شديدات ويحاولوا يكونوا هم القياديين في الأسرة هذه، بس الزوجة أيضا هذه لها مملكة، خاصة قلنا إذا زوجة محترمة وأنت يعني تثق فيها وهي قد الثقة. أنا أقول هذا الرسالة يعني، ولا أحد يزعل علي. فيقولون أهل زمان، حريم النساء زمان، يقول إذا صفالي القمر ما علي من النجوم. يعني إذا زوجك زين وأنتم متجانسين متناسقين مع بعضكم البعض، والأم شوية الخالة لها وعليها كذا، ممكن بطريقة معينة، يعني بأسلوب أن أنتم تكسبوا ود الخالة ود أم الزوجة هذه. فاستقرار الأسر هذه يأتي أول شيء من المرأة اللي هي الزوجة، وأيضا تقدر تكسب زوجها وتقدر تكسب خالتها وتقدر أنها تمشي السفينة إلى بر الأمان. والله هذا الإنسان الضعيف، المرأة الضعيفة هذه ربنا خلق فيها قوة ما حد يشعر فيها. أنتم تشوفوها ضعيفة وكذا، لكن بفطنتها وبذكائها وبعطائها تكسب كل شيء، وتكسب قلوب الناس، وتكسب قلب زوجها، وتكسب قلب خالتها.